يا شباب حياكم الله. ده النادي الاهلي وده نادي الوداد المغربي، وده خوفك من ماتش النهائي مالناش دعوه بيه. انا عارف ان انت قاعد متوتر وقلقان، وده بسبب 3 حاجات اقوى من بعض. 1 2 3 مظبوط. اولا، من بعد خساره الاهلي 5 من صن داونز لتاني مره، وانت ثقتك اتهزت من جديد في اللعيبه. قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكه، قول لهم يا صخره، قول لهم يا عماد يا متعب. وثانيا، بسبب خساره الاهلي من الوداد نهائيين بحالهم. ثالثا، بسبب الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، حر برد صيف شتاء خريف، لدرجه ان الاعلانات مكسره الدنيا. لا، دي مكسره الدنيا بجد. وخلينا نتكلم على اول حاجه انت خايف منها، وهي خساره الاهلي من صن داونز اللي لحد دلوقتي رعب الناس. بص يا اخويا، في حكمه بتقول لو لم اخسر من صن داونز 5 لوددت ان اخسر ال5. عارف ليه؟ عشان الاهلي اول مره خسر ال5 دي كسب البطوله مرتين، وطلع صن داونز مرتين، ومسك فرق افريقيا كل واحد فيهم مرتين، وكسب سوبر وكاس وليله كبيره قوي. سعادتك هتقولي طب وما كسبش الدوري ليه؟ كسبوا على فكره انت في الاوضه عندي. وهتقولي برضو يعني لما خسر ال5 التانية عمل حاجه؟ طبعا. عايز اقول لك انه ما خسرش ماتش تاني من ساعتها، وماشي على خطى ثابته، لدرجه انه خد الترجي راح جاي. حرفيا الاهلي ما بيعملش حساب لحد، ولما بيخسر بيفوق. يا منطقه ما فيكش راجل ولا ما عدا انت يا كبير. هو اصلا داونز اتغاشم مع الاهلي، بس هو فريق جدع، خلانا نصعد معاه وخرج هو. مع السلامه، مع الف سلامه. وبكده عزيزي المشاهد انا طمنتك في اول نقطه. نخش على النقطه الثانيه. هتقولي الوداد كسبنا مرتين في النهائي يا معز. هقول لك طب وايه يعني؟ مش مشكله على فكره اطلاقا. حضرتك في فرق عانت اكتر من كده بكتير. يعني ربنا ما يوريك مثلا ليفربول قدام ريال مدريد ايه اللي بيحصل، او ريال مدريد نفسه ايه اللي بيحصل فيه دلوقتي. فربنا ما يوريك، يعني دي حاجات يعني شفت ماتش البايرن والبحرين. وبعدين انت ناسي ان الاهلي اكتر فريق شارك في البطوله، واكتر فريق فاز بالبطوله، واكتر فريق وصل لنهائي البطوله، واكتر فريق جاب جوال في البطوله، واكتر فريق. ده انت يا جدع الوداد ده بنفسه خرجته من البطوله ماتشين رايح جاي، حتى المدافع ده راح وما رجعش. هتقولي بس يا معز الوداد بيكسب بالتحكيم. هقول لك لا يا راجل عيب، ده نادي عربي شريف. هو مش بيكسب بالتحكيم، هو التحكيم بيجي له لحد عنده وفي تاكس، لدرجه ان الكابتن عماد متعب خرج عن شعوره في ماتش ال1-0. السلام عليكم. انت راجل على فكره. هو للحقيقه دي اكتر حاجه انت ممكن تخاف منها. مش عارف ليه قلبي مقبوض، خصوصا ان الاهلي لما يحس الحكم مشكوك في نزاهته بيخرج بره مود اللعب. انا ماشي. لكن ايه اللي يطمنك قصاد الموضوع ده؟ اولا الاهلي هيلعب اول ماتش على ملعبه في وسط الجماهير، فما تخافش. لا اخاف، ما تخافش، بقول لك اخاف. بص انا عارف ان الوداد حامل اللقب اخر مره، لا وكمان على حسابنا، وخرج صن داونز اللي هو بعبع البطوله، وان الوداد عامل اداء حلو قوي في الدوري وفارق نقطه عن المركز الاول. ده غير الاصابات اللي دايما بتيجي للاهلي قبل ماتش النهائي. بس لو الوداد هو حامل اللقب فالاهلي خدها قبله كتير. ولو الوداد كعبه عالي على صن داونز فالاهلي كعبه عالي على افريقيا تما ما عدا صن داونز. ولو على اداء الوداد في الدوري فالاهلي واخد الدوري قبل ما يخلص اصلا. ولو على اصابات الاهلي فالاهلي بمن حضر. فعايزك لما تتفرج على الماتش تبقى واثق في فرقتك، باللاعبين، بالمدير الفني، ان الفوز قريب ومفيش حاجه صعبه، واستمتع باجواء المباراه وخليها على الله. وكده كده اللعيبه هتنزل الملعب فايقه، وده هيخلينا نشوف ماتش على اعلى مستوى. بس في حاجه كنت عايز الفت نظرك ليها. نسيت حاجه؟ ايوه. لا تحت امرك. الوداد هينزل قبل الماتش بنص ساعه يعمل احماء، والاهلي هينزل برضه يعمل احماء، والوداد في الاخر يكسب بالتحكيم. سلام يا رجاله. قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكه، قول لهم يا صخره، قول لهم يا عماد يا متعب، قول لهم يا شادي محمد، قول لهم يا احمد يا شوبير، قول لهم يا حسام غالي، قول لهم اسم النادي الاهلي كبير، وعيب هذا الكلام، وعيب عليكم هذه المباراه.